غريبة الكوك والسميدة ناجحة ل100%. معلكة خفيفة رطبة بنينة ما تتفرتتش ما ناشفاش وبالمذاق الأصيل. فتبعوا الفيديو حتى الأخير باش تكون الإفادة كافية ووافية وتستافدوا من كل الأسرار. مرحبا بالجميع ونبداو على بركة الله. حاجتنا الرابعة أو 250 غرام من الكوك اللي يكون من نوعية جيدة، اللون ديالو يكون غادي للبياض ولا ضغطنا عليه يخرج داك الزيت ديالو. القياس ديال 4 الكيسان ديال العنبة. إلا كنا غنعبرو بالكوب معياري، كوبين وثلثي الكوب معياري، 160 مليلتر من زيت نباتية، 150 غرام من السكر خشن السنيدة، وواحد 125 غرام من السميدة الرقيقة الناعمة اللي تستعملوها في البسبوسة أو لا البغرير اللي تتكون على هاد الشكل. وعلى فكرة جميع المكونات خاصهم يكونوا بحرارة المطبخ، البيض ما يكونش بارد. فغادي نحتاجو 3 الحبات من البيض، الحجم ديالهم يكون متوسط. غادي نحتاجو كذلك 8 غرام من خميرة الحلويات البيكنج باودر، قبصة ديال الملحة، والسكر المنكه بزهرة البرتقال، وكذلك معلقة كبيرة تكون عامرة ديال النشا، القياس ديال 20 غرام، واحد الحبة ديال الليمون اللي يكونوا منظفين بشكل جيد ويكون الحجم ديالها شوية كبير، والكونفيتير اللي غادي نستعملو ديال المشماش او مربى المشمش. الخطوة الأولى غادي ناخدو المبشور ديال حبة الحامض، فقط الطبقة العطرية الصفراء كيف ما غادي تلاحظوا معايا. ما تنقيسوش هذيك الطبقة البيضاء لأنها تتعطينا طعم مر. بالنسبة للطعم الأصيل ديال الغريبة ديال الكوك والسميدة فتنحتاجو فيها الحامض. أما اللي باغي يستعمل البديل ديال الحامض ممكن تعملوا البرتقال، يعني بشر حبة برتقال مثلا، الكمية ديال البرتقالة كاملة أو لا حبة ديال الحامض يكون الحجم ديالها شوية كبير. الكمية تتكون لا بأس بها اللي تنعطروا بها هاد الغريبة ديالنا. هنا فأنا غادي نطحنها فيما بعد. إلا كنتو غادي تعركوها غير بإيديكم حاولوا تعملوا الحكاكة هذيك اللي تكونوا فيها التقيبات دايرين. تنضيف السكر خشن اللي هو السنيدة والزيت كيف ما تتلاحظوا معايا. هنا عندي كاس ديال الكوك غادي نعملو في هذه المرحلة، وغادي نضيف السكر منكه بزهرة البرتقال والقبصة ديال الملح، وكذلك غادي نضيف النشا. اللي ما توفرش على النشا فتنفضل استعمال النشا في هاد الغريبة هذه تتكون خفيفة. إلا ما توفرتوش على النشا ممكن تعوضوها بالدقيق، معلقة كذلك تكون كبيرة وعامرة. هنا بالنسبة للمربى 2 معالق يكونوا عامرين يكونوا وافين ديال المشماش. وهنا بالنسبة للخمارة ديال الحلوى أو لخميرة الحلويات البيكنج باودر فتنضيفوها فيما بعد. بالنسبة للبيضات كيف ما قلت لكم يكونوا بحرارة المطبخ. عبرت كل بيضة فيها 65 غرام، يعني الحجم ديالها متوسط. غادي نوريكم القياس بالكاس ديال العنبة، فنفس القياس اللي عندي ديال السميدة. إلا عبرنا غير بعيننا ميزاننا تيكون الكاس قل واحد شوية بحالو بحال السميدة بحالو بحال الزيت، وكذلك السكر خشن. هانتوما لاحظوا معايا القياس انا وريته لكم بالكاس. الا كنتو غادي تعبروا بالكيسان وعينكم ميزانكم، اما الا كان العبار فيكون من المفضل. غادي نطحن كل هذه المكونات جيدا بالطحان البرا كيف ما تلاحظوا معايا. الميكسور برا هو هذا تنطحنوا به او لا بالخلاط، يعني بالكاس ديال الطحان الكهربائي او لا تعركوها بايديكم، ولكن حاولوا تحكوا الحامض بالحكاكه هذيك اللي فيها التقيبات دايرين باش تجيكم رقيقه وتعركوها جيدا بايديكم. هنا فطحنتها واحد المده ديال 2 حتى 3 دقائق. من بعد غادي نضيف الكميه المتبقيه ديال الكوك، 3 الكيسان ديال العنبه، خميره الحلويات، ونعرك مزيان. هاد المرحله تتبغي تخلط مزيان باش السكر تيكون دايب تيطلق لينا بحال الشكل ديال الشربات او السيرو، وكذلك كل النكهات تتداخل مع بعضياتها. وهذا هو السر ديال التعليكه ديال الغريبه ديالنا. يعني ضروري ما تنعركوها في هذه المرحله مزيان. يعني هنا تيبدا الدليك والعريك بالمعقول واحد المده ديال 3 حتى 4 دقائق بايدينا تنحركو مزيان نخلطو وحنا تنضغطو، يعني تنحركو الكل حتى هذيك السميده اللي تنضيفوها تدريجيا تنلاحظوا بانها تتبدا تندمج وتتبدا تطلق معنا، يعني ما تتبقاش ناشفه او جافه تنحسوا بها في الخلط. فهانتوما لاحظوا معايا الطريقه سهله
ضروري ما تتبعوا هاد النصائح باش تحصلوا على نفس النتيجة إن شاء الله. غريبة ديال تحميرة الوجه. وعلى فكرة بالنسبة للنكهة اللي بغى يبدل فيها راه ممكن، ولكن الغريبة ديال السميدة والكوك بنت البلاد الأصيلة فتتبغي الحامض والزهر، وهذه هي النكهة العريقة اللي توارثناها من جيل لجيل، ولكن يمكن دائما التحديث والتجديد حسب المتاح والمستحدثات اللي كاينه عندنا في المجال، ولكن دائما مع المحافظة على كل ما هو أصيل. فالخليط بعد ما عركناه واحد المدة ديال 4 دقائق تقريبا، هانتوما لاحظوا معايا القوام ديالو تصبح معلك، تيطلق هذاك السكر مع المربى وباقي المكونات، تصبح القوام ديالو خفيف وبهذا الشكل هذا. فغادي نغطي عليه نريحو واحد 2 سوايع، ندخلو الثلاجة يرتاح واحد 2 سوايع بين ما تشرب ليا باقي المكونات وتماسكت ليا هذيك العجينه واحد شويه. سبق وحضرت انا خليط اخر اللي هو هذا، بعد ما ارتاح 2 سوايع هذه هي النتيجه اللي حصلت عليها. الخليط اللي غادي نريح دابا 2 سوايع غادي نخليه بالنكهه الاصيله. اما بالنسبه لهذا الخليط الثاني اللي عملت فيه يعني نفس الطريقه نفس الخطوات اللي استعملت، هنا غادي نقسمو على جوج وغادي نكهو بالنكهه اللي بغيت. مثلا هنا استعملت النكهه ديال الفراوله، والخليط الثاني غادي نستعمل فيه النكهه ديال البيستاش. ممكن نعملو النعناع والبرتقال والحامض حتى هو تيتماشى جيدا مع بعضياتهم. الحامض والنعناع تيجيو زوينين في الغريبه، ولكن دائما النكهه حسب الرغبه. عندي هنا السكر الثقيل، السكر كلاصي اللي سبيسيال الخاص بالحلويات. ضفت ليه كذلك معلقه ديال النشا باش نتجاوزوا هذاك السؤال ديال الاخوات اللي تيقولوا لي راه الغريبه تتشرب لنا السكر الثقيل او لا السكر كلاصي. حاولوا واخا تاخذوا سبيسيال ضيفوا ليه معلقه تكون عامره من النشا لكل 500 غرام، ما غاديش تشربوا لكم، يعني غادي يبقى باين في الغريبه ديالكم. هنا غادي نبدا نكور. فبعد ما ضفت لهم كذلك النكهه خليتهم يرتاحوا واحد شويه، ومن بعد ما مرات واحد 2 سوايع على الخليط اللي عملت معاكم، فغادي نبدا نشكل في الغريبه ديالي. القياس تقريبا الا كنا بغيناها شويه صغيره 18 غرام، ونخليوها الا بغيناها كبيره واحد شويه واحد 22 حتى 23 غرام. ممكن تستعملوا الميزان باش تجيكم موحده في القياس. فهنا تنكوروا وتنعملهم في هذيك السكر كلاصي سبيسيال، وهنا تنضغط عليهم واحد الضغطه خفيفه وتنضغط بالاصبع ديالي تنساعدو على دوك التشقاق ديال الغريبه ديالنا. وفي هذا الاثناء فالفرن مشعل من الاسفل والاعلى على الدرجه ديال 180. ضروري الفران يكون سخون، هذه من اهم النصائح اللي ضروريه بالنسبه للغريبه. فاللي تيجيه السكر كثير وبغى ينقص من الكميه، ممكن تاخذوا الكوك طحنوه وتفندوا الغريبه ديالكم في الكوك. بالنسبه للطريقه ديال الطهو تناخذوا لاطه بلاطه، تناخذوا اللاطه الاولى مثلا تنوضعوها بالرف الاوسط، نشعلوا الفران فقط من الاعلى بعد ما تيكون سخون، يعني تنطفوه من التحت، نخليوها لمده ديال 6 دقائق ونشعلوا عليها من الاسفل كذلك، ونضيفوا واحد 6 دقائق اضافيه، يعني مجموع المده هي 12 دقيقه. ولكن المده الاولى نص المده الاولى الفران مشعول فقط من الاعلى. وهذه هي النتيجه اللي تنحصلوا عليها، ناجحه 100% معلكه خفيفه ورطبه واصيله بالصحه والراحه.